تحضيرات للأسبوع توفر علينا وقت ومجهود وفلوس وكمان تخلينا ناكل صحي أكتر، وده الجزء السابع. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هبدأ بيها وهي كيك البطاطا المشوية. هحتاج كوباية من دقيق الشوفان، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ربع كوباية من الزيت، عدد 3 بطاطا مشوية، نص كوباية من الحليب، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص كوباية من العسل، رشة فانيليا ونسكافيه وقرفة وشوية مكسرات، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا. والزيت اللي انا استخدمته زيت زيتون بكر ممتاز، درجة الحموضة فيه بتكون اقل من 1% عشان ما يديش طعم للكيك. صينية مقاس 20 مسحها مسحة كويسة بالزيت. هبدأ انزل خليط الكيك بتاعي وعلى الوش هحط شوية من المكسرات. يدخل فرن درجة حرارة 160 لمدة 45 دقيقة. هو بياخد وقت شوية في الفرن عشان الكيك ما يطلعش معجن. وده شكل الكيك كده بعد ما استوى. هبدأ اقطع الكيك بتاعي واحطه في علبة تلاجة، ناخد منه قطع صغيرة كل ما نحتاج. تاني حاجة هعملها زبدة فول سوداني. كل اللي انا هحتاجه سوداني ومعلقة كده من زيت الزيتون. هضربها في محضرة الطعام مدة ضرب ما تقلش عن ربع ساعة. كل ما نخلط اكتر كل ما القوام يكون ناعم اكتر. ده السر في زبدة الفول السوداني. شايفين القوام بتاعها كريمي خالص واصح كتير من اللي احنا بنجيبها من بره، بنكون ضامنين ان مش عليها اي اضافات. ممكن نستخدمها كده على توست مع شوية من الموز والمكسرات والعسل كتحلية صحية كده. وممكن كمان ناخد منها معلقة كده مع بطاطا مشوية ناكلها معاها، بتبقى خطيرة. الحاجة اللي بعد كده اللي هعملها وهي صوص البيستو. الاساس فيها هو الريحان الفريش. هحط ربع كوباية من المكسرات، البديل بتاعها ربع كوباية من البقسماط، ربع كوباية من الجبنة. انا استخدمت موتزاريلا، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، رشة من الملح والفلفل الاسود، وطبعا الريحان الفريش بقطفه كده وبعدين بغسله كويس جدا في مصفى. هو اساس الوصفة دي، يعني تقريبا كوبايتين من الريحان. نخلط كده كويس. احنا مش عايزينه يبقى ناعم قوي، عايزين يبقى فيه يعني قرمشة شوية اللي بتديها المكسرات او البقسماط. وحطيت كمان فص واحد من الثوم مفروم ناعم خالص، نقلته كده في برطمان. بيبقى جميل جدا مع الخضار المشوي. سلطة كده في الفطار الصبح، او ممكن نستخدمه مع بيض، يعني نفرده على توست وعليه كده بيض اومليت. ممكن طبعا نستخدمه مع الفراخ او مع المكرونات، بس بيبقى جميل قوي مع السلطة. الحاجة اللي بعد كده وهي لانشون الفراخ. هحتاج نص كيلو من الفراخ مخلية من العظم ومش عليها جلد، ربع كوباية من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، معلقة كبيرة زيت زيتون، مكعب جبنة كريمي او معلقة كريمة او معلقة قشطة، مكعب مرقة، والتوابل اللي ظهرت قدامكم دي على الشاشة. واهم مكون ربع كوباية من المية تكون باردة. لازم القوام ده يبقى عامل زي العجينة عشان اللانشون ما يفتتش مننا. المية الباردة مهمة جدا، ربع كوباية. وهتلاقوا المقادير بالظبط في صندوق الوصف. وبعدين هجيب كيس حراري هنقل فيه الفراخ بتاعتي، هشكلها على شكل اسطوانة. ممكن ننقلها في ورق زبدة، بس يعني الكيس حراري احسن لان ورق الزبدة ممكن يلزق فيه شوية، او ندهن ورق الزبدة زيت. وبعد ما لفيته على شكل اسطوانة هلفه كمان في ورق ألمونيوم لحد ما يبقاش بالشكل ده. وبعدين التسوية احطه على شبكة تحتها مية سخنة تكون بتغلي. هياخد تقريبا ساعة على النار لحد ما يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، انجوي.